السلام عليكم، معاكم هالة حجازي من قناة حلو حادق. يلا بينا النهاردة نعمل صوص الكراميل بطريقة سهلة وبسيطة وكمان موفرة جدا. مش محتاجين بقى لا كريمة لباني ولا بودرة كريمة ولا اي حاجة من دي خالص. كمان ده صوص بيقولوا عليه كمان صوص التوفي. الصوص ده يا جماعة رائع، ممكن نستخدمه على وش الكيكات، وممكن كمان نزوق بيه التورتات، وممكن كمان نستخدمه حشوات. يعني ممكن ناخد منه جزء كده ونخلطه، طبعا بس بعد ما يبرد، ونخلطه بكريم شانتيه ونحشي بيه التورته من جوه. والله يا جماعه طعمه رائع في منتهى الروعه والجمال. وكمان بيحطوه على وش الايس كريم، طعمه تحفه تحفه. ده شكله هو خارج لسه سخن، وبنغطي وشه كده علشان ما يعملش طبقه من فوق. وممكن كمان تحفظيه عندك في الفريزر في كيس او في برطمان، ولما تخرجيه تعيدي تاني تسخينه على البوتاجاز على النار يعني، ويبقى عندك صوص كده رائع. يلا بينا بقى نعرف المقادير ونسمي الله. انا هنا معايا كوباية سكر، ومعايا هنا باكو لبن، انا مش هاخده كله، ومعايا نشا، ومعايا قطعة زبدة. هو الاحسن يعني يا جماعة ان هي تبقى زبدة بلدي، لو ما عندكيش زبدة بلدي ممكن تبقى اي نوع زبدة فرن او اي نوع. ومعايا هنا رشة ملح خفيفة بتظبط الطعم جدا. ويلا بينا بقى على النار. ما تنسيش لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. هاخده بقى كده على النار، ونار هادية يا جماعة، ما تكونش نار عالية ولا متوسطة، على نار هادية. واول ما احس ان هو ابتدى يسيح السكر كده من تحت، هبتدي اقلب فيه علشان لونه ما يغمقش قوي مني. انا مش عايزة اللون بتاعه يبقى غامق قوي عشان طعمه ما يمررش. معلش هو هيكلكع معاكي شوية بس هيرجع يفك تاني وهيسيح وهيبقى كويس قوي. بصوا بقى ابتدى يسيح ازاي. هنقلبه بقى كده عشان اللي تحت هيغمق واللي فوق هيبقى لسه مسحش، وانا مش عايزة كده. انا عايزة كله ياخد لون واحد، وفي نفس الوقت ما يبقاش غامق قوي علشان طعمه ما يبقاش مر. انا عايزة اللون بتاعه البني الجميل اللي هو مش محروق. بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها كده بالظبط. هقلب بقى كده تقليبة خفيفة بتقليبة خفيفة. هيكلكع معاك السكر كده مش مشكلة، هو هيفك تاني وهيرجع تاني يدوب كله. خلاص داب عندي السكر، بصوا بقى لونه زي ما انتوا شايفينه كده. هحط عليه على طول قطعة الزبدة وهقلبه لغاية اما الزبدة دي تسيح. وعلى طول هحط عليه اللبن. انا هحط عليه كوباية ونص لبن، يعني مش هاخد الباكو كله. انا كان عندي في الباكو دون كوباية ونص لبن، يعني كنت فاتحاه واخدة منه قبل كده. وهتفضلي بقى تقلبي فيه كده لغاية اما السكر يدوب خالص، لان اول ما هتحطي عليه اللبن هتبصي تلاقيه مسك كله ببعضه. مفيش اي مشكلة، هنفضل نقلب فيه لغاية اما يدوب زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. بصوا داب خالص اهون وبقى سايل على الاخر. هجيب بقى معلقتين نشا وهدوبهم في شوية مية. هدوب بقى كده معلقتين النشا في قلب شوية مية صغيرين قوي، وهحطهم بالطريقة ديت زي السرسوب كده، وانا ايدي بتقلب في الخليط بتاعي، يعني ايد نازلة بيها، يبقى ايد بتقلب كده بسرعة
والايد التانية نازلة بالنشا. انا عايزة قوامه لا يبقى تقيل قوي ولا خفيف قوي، علشان اعرف استعمله ما يبقاش جامد. انا عايزة استعمله سايل شوية. خلاص، لو حسيتي ان هو هيبقى زي المهلبية كده بزوده شوية مية صغيرة واقلب لغاية اما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. بيبقى طعمه يا جماعة تحفة، والله طعمه جميل جدا. كمان لو عايزة تزوقي بيه اي حاجة كده من فوق بيدي طعم ولون وشكل جميل ورائع. اول ما يبقبق كده معاكي خلاص انا كده عرفت ان هو بقى مظبوط. هقلبه برضو تقلبتين كده واتأكد من القوام بتاعه. انا مش عايزة فيه طعم نشا خالص، عشان كده انا بقلب وبسيبه شوية يبقبق كده وبعدين اقلب تاني لغاية اما اتأكد ان طعم النشا راح خالص. اهو بصوا بقى قوامه عامل ازاي. في ثواني معدودة هتعملي احلى صوص كراميل. هشيله بقى كده خلاص من على النار وهصبه في بولة وهسيبه يبرد، بس لازم اغطي الوش بتاعه. بصوا القوام بتاعه عامل ازاي، تحفة وطعمه رائع. هصبه بقى في البولة ديت واغطي وشه من فوق باي حاجة بقى، بستريتش، بكيس بلاستيك، اي حاجة عشان ما يعملش الطبقة اللي فوق الوش ديت، انا مش عاوزاها خالص. ولما يبرد استخدميه بقى بالطريقة اللي تحبيها في اي حاجة ممكن تستخدميه فيها. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة ودعوة حلوة. غطينا بقى الوش بتاعه اهو وسيبناه يبرد خالص. وبألف هنا. سلام عليكم.